قالوا له احنا هنموتك بنفسينا. راحوا جايبين الولعه وراحوا مولعين فيه، والمفاجاه رجع لهم تاني للحياه. دي مش مره واحده بس، مات 6 مرات وعاد للحياه. ما الحقيقه ورا قصه اسماعيل المنبوذ الغامضه؟ ايه القصه؟ اللي قدامكم في الصوره ده اسمه اسماعيل، واللي اتسمى بعد كده اسماعيل المنبوذ. اسماعيل عنده 40 سنه، وتحديدا من دوله تنزانيا. في يوم هو راجع من شغله بيتعرض لحادث مؤلم. الحادث ده خلى قلبه يتوقف ويموت. دي كانت المره الاولى. بعديها اهله بيقرروا ان هم ياخدوه، واهل البلد زي اي حد بيموت في اي دوله خدوه علشان يروح يدفنوه. لكن المفاجاه انهم بعد ما دفنوه ورجعوا تاني علشان يعملوا العزا لقيوه واقف معاهم في العزا. بتعدي الايام وبيجيله مرض اسمه مرض الملاريا. المرض ده بيتمكن من جسمه، بعديها بيفارق الحياه. في المره دي بيكفنوه وبيحطوه في الخشبه اللي هي بيشيلوا بها الجثه، وقبل ما يدخلوه القبر راح واقف من الخشبه ورجع لهم تاني للحياه. المره الثالثه كان راكب مع العيله بتاعته، فجاه العربيه اللي هم راكبين فيها اصطدمت بسياره بترول، انفجرت ومات اسماعيل. لكن المفاجاه انه رجع لهم تاني للحياه. والمره الرابعه في تعبان بيقرصه، وبعدين بيجيله شلل وبيخش المستشفى وبيفقد حياته. بعديها بيقرروا ان هم يحطوه في ثلاجه الميتين لمده 3 ايام علشان حد يجي يتعرف عليه وياخده. ولكن المفاجاه الناس اللي هم بتوع اهل قريته وقت ما جوهم ياخدوه من ثلاجه الميتين رجع تاني للحياه. المره الخامسه كان موجود في الحمام بتاع البيت بتاعه معاه، وفجاه فارق الحياه وبرضه رجع تاني بعد ما مات. وهنا اهل البلد او اهل القريه بتاعته قالوا ان ده مش بني ادم طبيعي، ده اكيد ساحر او شبح، وانهم لازم يتخلصوا منه. بداوا ان هم يلموا الحطب ويحطوه في البيت بتاعه وولعوا فيه صاحي. وبعدين بالفعل بسبب الدخانه اتخنق ومات، ولكن رجع تاني للحياه. حاليا محدش بيقرب منه ولا بيتعامل معاه، وبقى اسمه اسماعيل المنبوذ.